السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أحلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاية لكم النهاردة بروتين ظريف خفيف، يعني مش قوي، يعني مش خفيف قوي، وهو متعب شوية، بس لو عملتيه الصبح بدري هتخلصي كل اللي وراكي على طول. يعني في مثل بيقولك الشغلانة البدرية منسية، يعني لما تعملي حاجتك بدري خلاص هتنسي اللي وراكي على طول. آه، قبل ما نعمل أي حاجة هنبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. أول حاجة احنا شوينا الذرة بتاعتنا، بس الذرة ده نشويها في آخر حاجة. هنعمل عيش سن فلاحي حلو قوي. هنعمل منه العيش الطري وهنعمل منه العيش الناشف. ده العيش الطري وده العيش الناشف اهو. بصوا طالع شكله حلو قوي، وكان حلو قوي في الفرن. الشقة طالعة قبة كده وشكله جميل بصراحة. وعملنا في الآخر القبورية. حد يعرف القبورية اللي بالسكر دي؟ طبعا أنا أول مرة أظهر لكم على القناة، مش عايزة حد إيه يتريق عليا. أنا عارفة إن انتوا اخواتي وأحلى اخوات، ماشي. أول حاجة هنا أنا خلاص أنا قاعدة اهوت في الشقة وهبتدي آه، أعمل العجين. العجين بتاعي كنت أنا ما عجنتش، ما صورتش العجين بصراحة. أنا كنت خلاص عجنت أهو. شايفين العجين قابب إزاي وخمر على آخره. العجين بيبقى عبارة عن ايه؟ عن شوية دقيق وشوية مية وشوية ملح. وهبتدي ايه اقطعه او اقرصه كده دواير صغيرة، كور صغيرة كده، علشان نعمل رغيف العيش وشقة العيش. قطعي بقى زي ما انت عايزة. في طريقتين للتقطيع يعني. تحط شوية دقيق وتقطعي كرة على قد الايد. حلو. يعني روتين خفيف كده. العيش السن ده حلو قوي لمرضى السكر، وبرضك اللي مش مريض برضك العيش السن حلو قوي صحي. يعني مش هيتعبك وهيبقى خفيف على معدتك، بالذات العيش اللي انت بتعمليه في البيت. الله اعلم عيش الطواجين ده بيتعمل ازاي. انت كده بتعملي حاجه نظيفه في بيتك. آه نخله الدقيق كويس، عارفه الدقيق منخول في الطواجين. الله اعلم بينخلوا ولا بيفض، انا بشوفهم بيفضوا الشكاره كده بحالها بصراحه. هنبتدي بقى، هقطع الطبق ده وهنقطع العجين كله علشان نبتدي ندخله الفرن. بنرش شويه دقيق على الطبق. وهبتدي بقى ايه اشتغل حاجتي. هنقطع العجين كله كله، مش هنسيب حاجة. والحمد لله أنا ببقى قاعدة بعمل لوحدي، معيش غير ربنا. الحمد لله بفضل الله ببقى قاعدة لوحدي كده وبعمل. بصراحة والله العظيم بخلص الحاجة بسرعة لما ببقى بعمل لوحدي، من غير ما حد يضايقني، من غير عيل ينكف فيا. بقعد لوحدي كده وبقعد أعمل كل حاجة. بحب الخبيز لوحدي على فكرة. بحس ان انا بخلص بسرعة، انما لما عيل بيكون قاعد معايا بقى هقولك ايه، اجارك الله، صوتي بيبقى مسمع الشارع. بصوا التقطيعة سهلة جدا. أنا بقطع التقطيعة دي سهلة جدا. ممكن تقطعيها بقى واحدة واحدة، يعني مش تقطعي حتة كبيرة من العجين كده وتقطعيها. لا، أنا بقطع حتة كبيرة وبقطعها. طبعا كل ده في تقطيع العجين. ما قدرتش أصور أكتر كمان، لأني فعلا كنت يخبز يصور حاجة من الاتنين. ما ينفعش إن أنا أعمل الاتنين. فبصراحة بيبقى شغلانة متعبة قوي، بالذات لما انت ما عندكيش مكان مجهز ان انت تحطي التليفون يصور. بجد بتبقى حاجة صعبة في التصوير.
طبعا انا كنت مصوراه صوت وصورة، بس بصراحة صوت وصورة طلع المدة بتاعته تلت ساعة، تلت 20 دقيقة. قلت هيبقى كتير قوي، فقللت المدة خالص، خليتها 10 دقايق. حلو قوي الفيديو يبقى 10 دقايق، كويس. ما بحبش الدقيق ما بحبش الدقيق في ايدي. ما بحبش الدقيق في ايدي خالص، العجين ده بيلزق في ايدي، يبقى بغير منه. خلصت كده التقطيع اهوت، والطبق بتاعنا فضي. هنبتدي بقى، هنفتح الانبوبة بتاعتنا ونبتدي نشتغل على الفرن بتاعنا وايه، ونعمل حاجتنا كويس. بصوا شكل التقطيع حلو ازاي. النبي شاطرة يا ام عبده. النبي شاطرة يا ام عبده صحيح. والمكنة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها ديت، ودي الفرادة، او اسمها عندنا اسمها البطاطا. وهنفرد العجين وهنحطه بقى في المكنة دي بتاعتنا ديت، ونبتدي نشتغل نشتغل ونحطه في الفرن. هتشوفوا دلوقتي عمايله ازاي. بجد العيش ده حلو قوي. وعملنا منه العيش الناشف والعيش الطري، اللي هو لل... العيش الناشف عاملينه لو عملنا تسقية لبن او كده. حلو قوي لتسقية اللبن برضو، على الصبح كده افطري بيه. العيش ما شاء الله كان طالع كله قابب، وكان حلو قوي. لو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة، وفعلوا زر الجرس، وان قدرتوا تشيروه شيروه، يعني ما حدش هيقول لكم لا. اهم حاجة ان انتوا تشاهدوا الفيديو اصلا، لان بجد فعلا اي فيديو بينزل احنا ما بنلاقيش عليه مشاهدات ولا بنلاقي عليه حاجة، وفعلا الفيديو بيقع. ويا جماعة بجد اللي بيشاهد الفيديو شاهدوا بذمة، شاهدوا 5 دقايق على الأقل من الفيديو، علشان ما توقعوش الفيديو. مش تكتبوا لي تعليق وتمشي. اللي بيكتب تعليق ويمشي كده الفيديو بيقع، وما بيظهرش في القناة ولا بيظهر على اليوتيوب، وبلاقي الفيديو ما فيش مشاهدات. كل الفيديوهات على كده، يعني أبص في الإحصائيات ألاقي شاهدوا الفيديو 30 ثانية، حتى ما كملتوش دقيقة. ما ينفعش كده والله اللي احنا فيه ده. لازم يكون في عندنا ذمة وضمير شوية في المشاهدات، نشاهد لبعض زي ما انا بشاهد لكم الفيديو. انا بقعد اقل حاجة في الفيديو 5 دقايق على ما المشاهدة تثبت وعلى ما اللايك يثبت، وبكده يبقى احنا ايه، ساعدنا بعض ان الفيديوهات بتاعتنا توصل. احسن ما الفيديوهات الهابطة هي اللي بتوصل، والفيديوهات اللي هي ملهاش لازمة، والناس اللي بتطلع تبين جسمها، واللي بتطلع عريانة والحاجات دي، هم دول اللي بيظهروا. طب واحنا ليه؟ ما احنا نخلي قنواتنا دي تظهر. احنا اللي بايدينا نخلي قنواتنا تظهر، لما نساعد بعض ونشاهد لبعض بذمة. بصوا العيش كان في الفرن عامل ازاي. طبعا انا بقلبه في الفرن على طول، ده كان العيش الناشف. بحمره شوية في الفرن علشان ايه، ما يعفنش منك، ولازم تنشفيه كده ويبقى حلو. بتاكلي بيه الملوخية العيش الناشف، هتسقي في لبن. لو عدس، عايزة تاكلي عدس بالعيش الناشف، بيبقى طعمه حلو وجميل جدا. انا بحب العيش الناشف ده بالجبنة القريش، الجبنة القريش الفلاحي، بتبقى حلوة قوي. نرجع لموضوع المشاهدات. اهم حاجة يا جماعة نشاهد بذمة وضمير والنبي، علشان ما ينفعش اللي احنا فيه ده. نفسي فيديو شوية يطلع شوية، او مشاهداته تعلى شوية، بجد. والله المستعان، وان شاء الله ربنا بيقدم اللي فيه الخير. وانا واثقة فيكم احلى اخوات واحلى اصحاب ان شاء الله، تكونوا جنبي على طول. آه، وبكده احنا خلصنا الفيديو اهوت، عملنا العيش الطري بتاعنا. بصوا العيش كان طري وعامل ازاي، ما شاء الله عليه. ده بقى حطيه في الفريزر، بتحطي الكمية بتاعتك في الفريزر، تطلعي منها حسب ما انت عايزة.
تاكلي بيها رنجة، تاكلي بيها فول وطعمية، تاكلي بيها أي حاجة بعيش كليها بالعيش ده. وادي العيش الناشف عامل ازاي، نشف خالص اهوت لاني فرطته. وعملنا شوية الأبابير ديت، أبابير بالسكر زي بتوع زمان.